السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. وكالعادة زي ما انتم متعودين آخر الأخبار بننزلها على القناة أول بأول، فأنت لو لسه جديد وأول مرة تشوف القناة يا ريت سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الأخبار أول بأول، ولو أنت مشترك بالفعل يا ريت تقديرا ودعما زر لايك عشان نكمل وننزل فيديوهات أكتر من كده. خبر مهم الأولى ثانوي وتانية ثانوي، زي ما احنا متعودين برضو إن كل فترة لازم يظهر خبر أو يطلع خبر يعكنن على طلاب أولى ثانوي وتانية ثانوي كلهم ويحسسهم بقلق وخوف وتوتر. انا هقول لك التوتر او هقول لك الخبر اللي بيوتر ده، وهقول لك في الاخر هل هو صحيحي ولا لا او هو هيتم تنفيذه فعلا ولا لا. الخبر اللي معانا بيقول ان طلب برلماني بالاحاطه او طلب احاطه برلماني او في البرلمان يعني في مجلس الشعب بيطالبوا بإلغاء امتحانات أولى وتانية ثانوي الإلكترونية وعدم احتسابها وإيقافها لحد كده دلوقتي، لحد ما احنا واقفين دلوقتي أو بعد كمان ما تخلصوا كل ده هيتلغي وما كانش هيبقى ليه لازمة، وتعيدوا امتحانات من اول وجديد داخل اللجان زي امتحانات الثانويه العامه بالظبط، او حتى قدام شويه بعد ما الثانويه العامه تخلص قبل الدراسه ما تبدا هيعيدوا امتحاناتكم تاني من الاول وجديد في اللجان زيكوا زي امتحانات الثانويه العامه. وده استنادا لكذا حاجه، يقول لك بسبب ان الغش بقى كتير والغش الالكتروني، وان الالكترونيات والتكنولوجي وكمان التابلت ده مساعدات للدراسه مش هي الدراسه وما ينفعش نمتحن عليها، عشان كده هم بيطالبوا بان الامتحان ده يتلغي او ما يحتسبش اصلا او يعتبر انكم ما امتحنتوش، وكمان تروحوا تمتحنوا بالورقه والقلم في اللجان او تمتحنوا الكتروني جوه اللجنه عليكم رقابه. طيب هل الخبر ده بقى هيتم تنفيذه او الاقتراح اللي في البرلمان ده هيتم تنفيذه؟ لا، هو مجرد اقتراح بس، يعني البرلمان ممكن يوافق عليه وممكن يرفضه، ولو البرلمان وافق عليه او لو البرلمان فعلا نفذ القرار ده هيتم تنفيذه بدون إرادة وزير التربية والتعليم أو بدون تدخل وزير التربية والتعليم فيه، لو البرلمان فعلا وافق وأكد على القرار ده وعلى المقترح ده. لكن انا من رؤيتي الشخصيه عشان اطمنك وعشان ما احسكش بقلق ان تعبك ده بيروح على الفاضي او ان الطلاب اللي تعبت فعلا ما يروحش تعبهم على الفاضي، ده مستحيل او صعب جدا يحصل. ليه؟ لان انت داخل على فتره امتحانات ثانويه عامه وهتصرف ملايين او ما يقارب مليار جنيه تامين امتحانات الثانويه العامه. ما تجيش بقى بعد امتحانات الثانويه العامه اللي هتقام في اللجان تيجي تقول لي ان احنا هنعمل اولى وثانوي وتانية ثانوي كمان في لجان وهنعقمهم وهنصرف اكتر من مليار جنيه كمان عشان نعقمهم. ده ما اظنش انه هيحصل، وما اظنش انهم هيوافقوا على القرار ده. وده ممكن يكون حتى لو تدخلات رئاسيه او تدخلات عليا من الدوله في انها ما تنفذش القرار ده او ما تعتمدش عليه، لان ده من رابع المستحيلات انه يحصل. انا شايفه كده بعد ما الطلبه امتحنت وخلصت ودكتور طارق شوقي بنفسه بقى يتابع الموضوع وطلع قرارات، مش معقول هيهدموا كل ده ويطلعوا الوزير شكله صغير في عين الناس ويهدموا كل المجهود والنجاح بتاع المنصه الالكترونيه اللي كمل والسيرفرات اللي ما بتقعش دي بغض النظر عن بعض المشاكل اللي بتحصل مع الطلاب، ويقول لك هنروح نمتحن في اللجان من الاول وجديد. اولا الطلاب مش هتستحمل، ثانيا والله الطلاب ما هتروح تنزل اللجان، انا عارف انا بقول ايه، الطلاب زهقت وما بتصدق تخلص الامتحانات دي وعماله تزق في الايام عشان الامتحانات تخلص. ثالثا ما تجيش بعد ما الطالب خلص مادته وامتحن وعمل كل اللي عليه تيجي تقول له همتحنك من الاول وجديد تاني في المناهج كلها وفي المواد تاني وهنزلك من البيت كمان في ظل الاجواء اللي احنا فيها دي. طب قول لي ازاي؟ اولا هو واقف دراسه بقاله فتره، ثانيا هو مصدق اصلا الامتحانات تيجي عشان يمتحن، رابعا انه معهوش مصادر كتير يذاكر منها، ده هم مشغلين الواي فاي ومشغلين التابلت عشان يمتحنوا بالعافيه، وحتى لو معاهم مصادر مستحيل يراجعوا على كل اللي راجعوه وامتحنوه ده من الاول وجديد تاني عشان ينزلوا يمتحنوا فيه تالت بقى مش تاني، يمتحنوا فيه كتير جدا. فده انا ما اظنش انه هيتحقق وما اظنش انه هيحصل، ولو اتحقق اكيد هيكون في وقفه لينا واكيد هنتكلم بصوتكم. ده مجرد طلب مش اكتر، طلب من البرلمان. ما تقلقوش ما تخافوش، ركزوا في امتحاناتكم، اي اخبار جديده زي ما انتم متعودين هنوافيكم بيها وهننقلها لكم اول باول. يا ريت سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس عشان تتابع معايا الخبر اول باول او الحاله بتاعت الثانويه او اولى ثانوي وثانيه ثانوي او اي مرحله دراسيه اول باول. كمان زر لايك تقديرا ودعما للفيديو وتقديرا ودعما ليا عشان المجهود اللي بحطه في الفيديوهات والمتابعه الدوريه. بس ده كان الفيديو، وان شاء الله خير، ما تقلقوش كلكم هتنجحوا ان شاء الله. نشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.